تحية طيبة متتبعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج كريتيك عبدو. حلقة اليوم غادي ندوي فيها على الماتش اللي جمع بالأمس بين فريق شباب بن قري والكوكب المراكشي لحساب الجولة الرابعة من بطولة القسم الاحترافي الثاني. مباراة اللي عرفت تعادل الفريقين بصفر لمثله. ماتش آخر تضيع فيه الكوكب فرصة تحقيق الفوز الأول في بطولة القسم الاحترافي الثاني هذا الموسم من بعد ما حصد تعادلين وهزيمة في المباريات الثلاثة الأولى. ماتش آخر غادي يخلي المخاوف تزداد ماتش بعد ماتش من بعد ما كنا تنتظروا أن الفريق يحاول يستافق ويحقق النقاط الثلاث كما قال رضا حكم عقب المباراة الجولة الثالثة. فبان أن فريق الكوكب يواصل هدر النقاط ويواصل تضييع مزيد من النقاط، وهذا الشيء اللي غادي يخليه يدفع الضريبة في الروتور. ماتش لا بنا نرجعوا للمباراه ديال الامس، ففريق الكوكب ما عطاناش هذوك البوادر او المؤشرات اللي تيخليو يبان لك ان الفريق يقدر او ان الفريق في تطور ملحوظ. شفنا رضا حكم دخل بتشكيله مغايره على المباريات الثلاثه الاولى، وهنا مشكل اخر تنضاف للمشاكل العديده داخل فريق الكوكب، لان فريق اللي في 4 الماتشات مازال ما لقاش الاستقرار في التشكيله ديالو، وكذلك في النظام التكتيكي ديال الفريق. تنشوفوا كل مباراه تشكيله، كل مباراه نهج تكتيكي، وهذا تيبين ان الفريق مازال ما لقاش راسو كي تنقولوا حنا بلغه الكره. فالمشكل اللي واجه اللي تابعناه في ماتش البارح هو مشكل ديال اللاعبين. فاللاعبين اللي انتدبوا من فريق الكوكب كلهم عندهم قيمه، باش نكونوا منطقيين. فلاعبين اللي كانوا متالقين في الفرق ديالهم، ولكن الحدود الدوره 4 باقي ما شفنا حتى لاعب بداك المستوى اللي كان مع الفريق ديالو، وهذا تيخلينا نطرحوا اكثر من هذا الاستفهام: اشنو هو السبب اللي مخلي لاعبين اللي كانوا متالقين في الفرق ديالهم، العمري، موسى وعزيزي الصغيري، بوكسير، كلهم لاعبين اللي كانوا في الفرق ديالهم حاضرين بقوه، ولكن مع الكوكب يظهرون بمستوى باهت صراحه، وعكس التطلعات اللي كنا ننتظروا منهم. لان من تشوف لاعبين اللي كانوا لا في استاد ماروكان لا في الاتحاد الاسلامي الوجي لا في فريق اتحاد طنجة كانوا متالقين، اليوم معنا او مع الفريق باقي ما بانوش، باقي ما عطوش داكشي اللي تينتظرهم. فكذلك كاين واحد نقطة أخرى اللي لاحظناها في مباراة الأمس، أن كان تألق بعض اللاعبين، خصوصا لاعب كلود وكذلك لاعب سعد بدران، لاعب ديال ليسبوار اللي ولا الآن مع الفريق الأول، اللي تيشارك لأول مرة كرسمي مع فريق الكوكب. تنشوفوا أن رضا حكم في كل مباراة يعتمد على لاعب فقط من الامل، وكل مره يتاكد بان اللاعبين الامل الاجدر في انهم يلعبوا مع فريق الكوكب المراكشي. واخا ديك الهضره ديال لا خصنا الحريفيه لا ماشي وقيتهم، ولكن في كل ماتش يدخل شي واحد فيهم تيبانوا. دخل بنيته في كاس التميز وهيثم واللعابه الاخرين كانوا مزيانين. شفنا سليمان انرار، وهذه نقطة أخرى غير مفهومة، كيفاش في الماتش اللي فات كان رسمي وكان متألق، اليوم طلع للتريبين. هذه نقطة أخرى تطرح أكثر من علامة استفهام. يمكن فريق الكوكب المراكشي أو رضا حكم تم التصريحات ديالو تيبان أنه باقي مهزوز وباقي هو عايش الضغط. هو تيبان في التصريحات ديالو أنه مضغوط، كيفاش الربان سفينة الفريق هو مضغوط وما غاديش يمرر الضغط اللاعبين. يعني الأمور ماشي هي هذيك، ولا حسب الاعتقاد ديالي انا صراحه، وخصوصا النقطه اللي تتعلق لان اكثر القيل والقال على اقاله المدرب. تنظن ان مشكل الكوكب اكبر بكثير من المدرب، لان مشكل الكوكب الحقيقي واللي سبق لي وطرقت ليه في مجموعه من الحلقات ودائما لحد ان وصلوا بهم انه تيقولوا ان مشويش سطروا بلا، ولكن الحقيقه بانت الان. مشكل الكوكب اكبر من المدرب. مشكل الكوكب في من ابعد المدرب الموسم الماضي رضوان الحمر، في من اخفق في جلب المدربين، اخفق في جلب اللاعبين. تنظن ان سيدريس حنيفه حل الوقت باش انه يراجع الاوراق ديالو، لان التسيير الانفرادي ديالو ما مشى بالفريق حتى فين. خرجوا في الحيط الموسم الماضي، وهذا الموسم غادي به للحيط. دريس حنيفه خاصو يجلس شويه الارض، خاصو يجي لمراكش ويتابع الفريق ديالو ويقرب منه المكتب المسير، لان المكتب المسير عيب وعار ان مكتب فيه 15 لواحد. كاينين شي وحدين ما عمرنا شفناهم، كاينين شي وحدين المكتب منقسم من 3. كاينين الرئيس هذاك هو من يدبر، هو من يشرف على كل الامور التسيريه. كاين فئه اخرى ديال واحد 3 ولا 4 المسيرين اللي كي تنقولوا حنا كواكب ديما مع الفريق، ولكن
ما قادرينش انهم يتدخلوا، لان شي يقول لك لا تدخلنا غادي يقولوا ما تعطيو فلوس، غادي يقولوا اش تعطيتو نتوما كاع. يعني كلها امور خاص السي دريس حنيفه يجي لمراكش من الغدا في الصباح ويجلس مع الناس ويلقى حلول عاجله لهذا المشكل اللي عايشه فيه الكوكب. لانه من غير المقبول فريق اللي يستعد في 67 يوم ديال المعسكر، يمكن اطول معسكر في العالم، حتى ريال مدريد وبرشلونه ما داروش هذه المعسكرات، وفرت جميع الظروف، معسكر في طنجة في اعلى مستوى، معسكرات في مراكش، اللاعبين جالسين في احسن اوتيل دابا في مراكش، يمكن غادي يخرجوا هذه السيمانه من بعد ما توصلوا بالراتب ديالهم. يعني ما كاينش شي عذر لا امام رضا حكم لا امام اللاعبين باش انه الفريق يحقق نتائج ايجابيه. فرقه اللي في 4 الماتشات جايبه 3 بوان راه كارثه هذه، باش نكونوا واضحين. سميوها كيما بغيت سميوها، حنا راه ما عندنا مشكل مع حتى واحد، لا مع دريس حنيفه لا مع رضا حكام لا مع الجوان ديالو، لا حنا مشكلتنا الفرقه مازال ما ضيراش داكشي اللي بغينا من الفريق، مازال ما لقيناش الحدود الدوره الرابعه. لان فريق اللي يجيب 3 نقاط من 4 الماتشات راه كارثه وصعيب انه ينافس على الصعود هذا الموسم.